انا ما شفت لعيب مصري لعب بروح مع منتخب مصر زي حسام حسن. ما شفت لعيب كان عمل للاهلي، الاهلي كان فاضي واحنا اطفال صغيرين، كان بيكسب بحس حسام حسن واخوه ابراهيم احسن باك يمين في تاريخ الكره المصريه. حسام حسن لما مسك المنتخب انا قلت هو، والله عملتها فيديو ونزلته على التيك توك، قلت دلوقتي هو كاسمه حسام حسن ممكن ما يكونش فنيا رهيب، بس حسام حسن في حاجه ان هو شخص مع دولت انت عايز كده، انت عايز لما تروح تلعب. احنا الحاجات دي افتقدناها تامر من ايام الكابتن حسن شحات. اللعبه بقت طريه، معلش انا بتكلم في حاجه، وجايب مدير اجنبي هو بيتقاضى مبلغ مقابل تأدية وظيفه. الله ينور عليك. مشكله مدير فني اجنبي، مدرب اجنبي اطرى من اللعيبه. تنزل في افريقيا اللاعب يديله كتف كده تلاقيهم بيبعدوا بتاع. حسام حسن هو ابراهيم ده كان بيشد الاهلي ده ملوش كان بيشد الاهلي انا بعشقه كلاعب وبعشق. فهم دلوقتي وجودهم لما جم اتكلموا، انا كان الناس هجمته لما طلع قال ما حدش يكلمني والكلام ده، كان متعصب بعد ماتش اوزبكستان. بس هو كواحد انا مصدقه، بس في حاجه هو بيقول لك انا بيتكلم، هو ابن بلد ومش بيدعي، قال لك انا طلعت من الناس وعايز الناس دي تفرح. مظبوط. فهو وجوده ذات نفسه، معلش انتوا اللي انتوا بتقولوا عليه انا من وجهه نظري ده احسن لاعب في افريقيا، بيسالوه هو طفل قال لهم المهاجم اللي انا خدته قدوه ليا طبعا مع روجيه ميلا في الكاميرون، قال لهم حسام حسن. وجود حسام حسن كلام تامر، انا يعني معلش يا تامر في الحته ديت، لانه فعلا استحضرني الموقف اللي احنا اتشدينا للمنتخب جامد المره دي بوجود حسام حسن. بالظبط، ده اللي احنا قلناه ولما اتكلمنا قبل كده عن حسام وكاريزمته وقدرته على السيطره على اوضه اللبس والكلام ده كله. انا قلت لك مش هيعمل الكلام ده غير بعد حسن شحاته غير حسام حسن. كلام تمام. سليم. وانت سالتني المره اللي فاتت قلت لي انت ثقتك في حسام، قلت لك انا ثقتي في حسام حسن متناهيه، بس اتمنى ان اللعيبه تكون رجاله معاه. تمام. لان هو ده اللي هيخليك تعدي، لا فكر ولا تكتيك، هي الروح في الاول مهم مع الناس دي. ده كلام حقيقي، ده كلام